يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفا بنك. التجاري وفا بنك، فيكم واثقون. السلام عليكم مستمعي ميد راديو، فيما كنتوا مرحبا بكم في ثاني حلقات برنامج صوت المقاول في الموسم الجديد ديالو، اللي عنده مقاولة صغيرة أو صغيرة جدا وباغي يطورها، أو اللي عنده فكرة لتأسيس مشروع الخاص ديالو وعنده تساؤل بغانا نجاوبوه عليه. صوت المقاول أكيد هو العنوان، غادي نجاوبوك على كل التساؤلات ديالك. كيسعدني نرحب بالخبير والمستشار في دار المقاول أيت ملول سمير فساحي. سي سمير مرحبا بك معنا. سلام سي جواد، اولا كنشكرك على الاستضافه وكنرحب مستمعينا الكرام. رمضان مبارك، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. بارك الله فيك سي سمير. اذا نمشيو على بركه الله، نستقبلوا مكالمه معنا في حلقه اليوم ونقولوا الو. السلام عليكم. السلام عليكم. شكون معايا ومن اين مدينه؟ معك عبد الكبير من سيدي حجاج. مرحبا بالسي عبد الكبير ومرحبا بالناس ديال سيدي حجاج. هذه النواحي ديال السبيت ياك، ديال الدار البيضاء. اييه. اشنو التساؤل ديالك؟ خويا عافاك، عندي واحد المحل ديال الحوايج ديال الدراري الصغار، بيع الملابس ديال الاطفال. اييه وي، وبغيت نوسعوا شي شويه ونشري شي سلعه جديده. مزيان. وشنو السؤال ديالك؟ وبغيت نسول واش البنك تعاونني في التمويل ديال هذا الشيء، وشكرا اخويا. مرحبا بك سي عبد الكبير. اكيد غادي تسمع الجواب بعد لحظات على لسان الخبير اللي معنا سي سمير فساحي. دونك سي سمير، كيف ما سمعتي معنا المتصل سي عبد الكبير عنده محل ديال ملابس الاطفال وبغى يوسع هذا المحل هذا، وكيتسائل واش البنكه تقدر تعاونوا في التمويل. سي سمير مرحبا بالسي عبد الكبير. اذا السؤال ديالكم كيخص تمويل المشروع بهدف تطويره وتوفير منتجات جديده، خصوصا انه السي عبد الكبير كيكون طلب كبير في عيد الفطر على الملابس ديال الاطفال. وفي هذا الاطار خاصنا نعرفوا باللي كاينين بزاف الانواع ديال التمويلات المتوفره. وبالنسبه للمشروع ديالكم السي عبد الكبير، غادي نذكروا بثلاثه الانواع ديال التمويلات. التمويل الاول اللي هو تمويل الاستثمار، اللي هو كريدي دانفستيسمون، وكيهم تمويل كل ما يخص خلق المشروع والتطوير ديالو، بحال شراء المحل والتوسيع ديالو، شراء الالات والمعدات الى غير ذلك. النوع الثاني السي عبد الكبير كاين تمويل التسيير، يعني كريدي فونكسيونمون، بمعنى تمويل حاجيات الشركه بحال فون دغونمون. واخيرا كاين التمويلات الخاصه، يعني كريدي او لا تمويل اللي كيمول احتياجات محدده بحال القروض الموسميه وايضا القروض العقاريه. اذا مجموعه ديال القروض اللي هي ثلاثه كيف ما ذكرتي سي سمير. بالنسبه للنوع الاول اللي هو تمويل الاستثمار، كاينين مجموعه من البرامج اللي من خلالها يمكن لنا نمولوا المشروع ديالنا. فعلى سبيل المثال كاين برنامج انطلاقه اللي هو واحد التمويل بنكي على المدى القصير والمتوسط بشروط جد تفضيليه لتمويل نفقات الاستثمار والتسيير، بمعنى لتمويل الماتيريال، التجهيزات، الاليات والادوات والمعدات، وحتى الاصلاح المحل المهني ديالنا الى غير ذلك. هذا التمويل هذا السي عبد الكبير كيمشي حتى 1,200,000 درهم بواحد النسبه اللي هي نسبه تفضيليه ديال 2%، وايضا بدون شروط او لا بدون ضمانات شخصيه. ولكن هذا البرنامج السي عبد الكبير فهو مديور للمقاولات اللي عندها قل من 5 سنوات. بالنسبه للمقاولات او للمشاريع اللي عندهم اكثر من 5 سنوات، راه يمكن ليك تطلب قرض استثماري، وهنا راه يمكن ليك تمشي بطبيعه الحال لاقرب وكاله ديال التجاري وفا بنك باش تحصل على كل المعلومات والوثائق اللازمه. هذا بالنسبه للتمويل الاول اللي هو تمويل الاستثمار. بالنسبه للنوع الثاني اللي هو تمويل التسيير، بطبيعه الحال للتسيير اليومي للشركه ديالنا، راه هناك مجموعه من التمويلات خاصه بتمويل مرحله الاستغلال، اللي الهدف منهم السي عبد الكبير هو مساعده المقاوله في الاحتياجات والنفقات والالتزامات اليوميه ديالها. واول حل تمويلي في هذه المرحله هو ما يصطلح عليه بتسهيلات الصندوق او فاسيليتي دو كيس، اللي هو واحد الكريدي كيمكنك من تغطيه خصاص في السيوله. بحال مثلا كيخصني نخلص شي فورنيسور بما دخلوا لي الفلوس ديال البيع، يعني ان المؤسسه البنكيه كتقدم لي وكتسبق لي الفلوس حتى كنتخلص وكنردهم
وهذه مزيانه لك السي عبد الكبير الا عندك ديما مشكل ديال السيوله وكتلقى صعوبات باش تخلص لي فورنيسور ديالك، حيت مثلا الكليان كيطلع لك في الخلاص او لا فاش كيكون البيع ثقيل. وهناك ايضا ما يسمى بالخصم التجاري اللي هو عباره عن تسبيغ كتقدم المؤسسه البنكيه للمستفيد من كينبيع او طريطات في انتظار حلول وقت استخلاصها مقابل عموله. بمعنى اخر ان المؤسسه البنكيه كتعطيك تسبيق على الطريطه اللي مازال ما وصلش التاريخ الخلاص ديالها بطبيعه الحال الا كنتي في حاجه لذاك المبلغ المالي. وهذا حل مزيان لك السي عبد الكبير الا كان عندك كليان كيخلصك بالطريطه. ودائما التمويلات ديال التسيير كاين ايضا ما يسمى بالتمويل الضمانات النقديه اي لي كوسيون بونكير التي يطلبها منظم الصفقات العموميه او الخصوصيه. واخيرا كاين التمويلات الخاصه بحال مثلا على سبيل المثال القروض الموسميه لي كريديت كومباني اللي هو قرض كيمول حمله موسميه بحال مثلا بالنسبه لبائعي التمور في هذا الشهر ديال رمضان. وهذا الكريدي او هذا التمويل قصير الامد ما كيفوت 6 ديال الاشهر فيه بزاف ديال المزايا بحال امكانيه التسديد على 3 ديال الدفعات او حتى اخر مده الى بغيتي. وهذا الكريدي فهو مناسب لك خصوصا في هذه الفتره باش تمول سلعه جديده وتواجه الطلب الكبير اللي كيكون في بطبيعه الحال في عيد الفطر. نعم. كاين شي انواع اخرى ديال القروض من غير بطبيعه الحال كاين انواع اخرى. كاين حتى قرض الايجار اللي هو واحد العمليه كتقوم بها شركه الايجار يعني سوسيتي دو ليزينغ بمنح المقاوله الحق في تملك واستخدام آلة او وسيله نقل او مبنى الى اخره لمده محدده مقابل دفع كراء. وبعد انتهاء مده العقد تختار المقاوله يترجع الملك او الشراء وهو عبر دفع مبلغ اضافي اللي كيكون قليل في اغلب الاحيان. وكاين حتى القرض العقاري اللي مديور باش نشريو عقار اي دار او محل تجاري. وهادو بعض الانواع ديال التمويلات اللي ممكن تستفد منها السي عبد الكبير. النصيحه ديال السي جواد لجميع المقاولين اللي باغيين ياخذوا كريدي يمشيو عند وكالات ديال التجاري وفابونك ويشوفوا المستشار البنكي ويشرحوا ليه الاحتياجات ديالهم باش يعطيهم احسن وانسب طريقه للتمويل. وبالنسبه لحاملي المشاريع السي جواد راه يمكن لهم يتوجهوا لمراكز دار المقاول باش يستافدوا من التكوين والمواكبه المجانيه باش يصوبوا دراسه الجدوى ودراسه السوق وكل ما يخص انشاء مشروع ديالهم. ويمكن لكل مقاول ايضا زياره المنصه الرقميه اللي هي دار المقاول.com اللي فيها مجموعه من المعلومات والفيديوهات والدروس والنصائح. دار المقاول حاضره ايضا في الفيسبوك عبر صفحه انا معك وايضا في يوتيوب عبر قناه دار المقاول. وشكرا. شكرا لك سي سمير صراحة على هذه التوضيحات المهمة. يعني تعرفنا معك على مجموعة ديال لي كريدي على مجموعة ديال الأمور اللي يقدر المقاول أنه يلجأ لها. وكيف قلتي بأنه دار المقاول راه مفتوحة وفتح الأبواب ديالها. المزيد من التوضيحات في هذا الباب هذا. شكرا لك سي سمير فستحي وذكر الخبير في دار المقاول إتملول على كل هذه التوضيحات. شكرا لك سي جواد. شكرا للسي عبد الكبير على التساؤل ديالو وكنشكر ايضا مستمعينا الكرام. في الختام بغيت نشكر عايدة شرادي اللي رافقتني في الاخراج. هذا جواد الطاهري كيحييكم. دوزو بخير. يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفابونك. التجاري وفابونك فيكم واثقون.